القصه ديالنا كتبدا مع واحد النحال سميتو ادم، وهو خارج من المزرعه. هو راجع يتلقى واحد المراه سميتها باركر اللي هي مرات المزرعه اللي كارهه ادم. وكنشوفوا باللي باركر فرحانه حيت كرات المزرعه لادم حيت كيتهلا فيها مزيان، وباركر كتعتبر ادم بحال ولدها، وحتى ادم كيعتبرها بحال امه. وقالت لي اجي تعشى معايا في الليل، ووعدها ادم انه غادي يجي. باركر رجعت لدارها وفتحت البيسي ديالها ويطلق انه فيه فيروس. هي اتصل بواحد الشركه ديال مكافحه الفيروسات اللي هي اصلا مشتركه عندهم. هو جابها واحد الشخص سميتو جراند. باركر عاودت لجراند على المشكل ديال الفيروس، هو يقول لها جراند بلي كان عندنا واحد المشكل في السيستيم ودابا راه حليناه. قال لها تبعي الخطوات اللي غادي نقول لك دابا باش دوك الدوسيات ديالك ما يتمحاوش، وبدات كتبع الخطوات وكلشي رجع مزيان. جراند قال لها بلي غادي نصيفطوا لك $500 كتعوض على المشكل اللي طرا لك. طلب منها انها تعطيه رقم كونط بونكير ديالها باش يصيفط ليها الفلوس. في الاول ما بغاتش، ولكن حيتاش جراند بزز عليها صيفطت ليه الكونط ديال الجمعيه الخيريه اللي هي المؤسسه ديالها. هو يصيفط ليها جراند $500,000. جراند قال لها راه صيفط لك هاد الفلوس غير بالغلط، داكشي علاش هزي $500 اللي اتفقنا عليها وردي لي الفلوس الاخرين. باركر بدون تردد فتحت الكونت ديال الجمعيه الخيريه وكتبت كلمات المرور ودخلت الكونت ديالها اللي فيه جوج $1,000,000 وكلها غير تبرعات ديال الجمعيه الخيريه. في اللحظه فاش دخلت الكونت ديالها كاع الفلوس اللي كانوا تم مشاو. باركر ما فهمت والو وهي اتصل بجراند، ولكن جراند ما كيجاوبش. هنا باركر عرفت بلي تنصب عليها، اما جراند فهو قاعد كيحتفل بعمليه النصب اللي دارها لباركر مع الفريق ديالو. هنا غادي نعرفوا بلي جراند نصاب كبير في هادشي ديال الانترنت. ونرجعوا لادم اللي رجع في الليل عند باركر باش يتعشى عندها. بدا كيدق ما حلي حتى واحد هو يدخل. خونا حس بلي شي حاجه ماشي هي هادي. دخل لقى ثدي مليوح وباركر مقتوله. شويه وهي تدخل فيرونا بنت باركر اللي خدامه في FBI، وهي تشوف الام ديالها مقتوله، وهي تلقي القبض على ادم حيت صحابها باللي هو القاتل. في الاخر تلقوا ادم حيت ما تلقاو تدليل، وبالعكس النتائج البحث تبتات ان باركر انتحرات. فيرونا حلات البيسي ديال امها ويتلقى الفلوس ديال الجمعيه الخيريه مشاو. هنا يتفهم باللي شي واحد نصب عليها ودى لها الفلوس ديالها. داكشي علاش انتحرات. الغد اللي غادي تلاقى فيرونا بادم وغادي يطلب منه السماحه حيت اعتقدات انه المجرم، وغادي تقول لي بلي الام ديالي انتحرات حيت شي واحد نصب عليها ودى لها فلوسها. قال لها ادم واش عرفتي شكون هو هذا؟ قالت ليه لا، شخص مجهول، وبلي هذا الشخص اللي نصب على امها كيخدم في شركه مكافحه الفيروسات، وحتى الا عرفت شكون ما غاديش تقدر تعتقله حيت هي اللي صيفطت ليه الفلوس. هنا ادم يخليها وغادي يتصل بواحد المنظمه سريه سميتها خليه النحل. هذه المنظمه الاعمال ديالها غير قانونيه، وادم كان خدام تم ولكن اعتزل. البنت اللي اتصل بها قالت لي ياك لاباس، ياك انت صافي خرجتي من المنظمه. قال لها بلي هادشي مساله شخصيه وانا محتاج المساعده ديالك، وطلب منها انها تلقى لي شركه مكافحه الفيروسات اللي نصبات على باركر. داكشي خافا زربان، دغيا لقات الشركه واتصلت بادم وعطاتو العنوان. ايوا خونا ادم مشى للشركه ودا معاه ليسانس، وقفوا عليه حراس ديال الشركه، ولكن ادم باق بربلاق جرب عليهم. هو يدخل عند موظفه الاستقبال وقال لها خرجي من هنا حيت هاد الشركه غادي نحرق والديها. هو يدخل المقر عندهم فاش كينصبوا على الناس، وبدا كيخوي ليسانس في كاع البلايص، والناس خايفه وهي تهرب. هنا غادي يجي جراند وغادي يجي معاه الحراس الشخصيين وغادي يطلب منهم انهم يوقفوا ادم. ولكن خونا حرايفي في الفنون القتاليه ما كان غير التفرشيخ، اللي جا قدامه كيصفيها ليه. فصفاها لكاع الحراس، بدا كيوجد القنابل باش يحرق البلاصه، وقال لجراند خرج من هنا حيت هاد الشركه غادي نفرشخ اصل باباها. هو يمشي يعلق ما عاودش معاه الهضره. وهنا بوم الشركه غادي تنفجر والملايين الدولارات مشات مع هاد الشركه. جراند اتصل بمول الشركه اللي سميتو دريك وعاود ليه اش وقع. دريك هو معصب على الشركه ديالو اللي ساويه $30 مليون، ويقول لي شكون هو هذا اللي حرق لي الشركه ديالي. يقول لي جراند بلي الحاجه اللي كنعرفها انه كيربي النحل. هنا دريك غادي يصيفط شي قتله لادم باش يقتلوه، وغادي يدمروا ليه العش بالدبابير ديالو، وغادي يدخلوا عنده المصنع ديالو فاش كيستخرج بها النحل وما غادي يتلاقاو حتى واحد. وهنا ادم كيلعب معاهم المشوا الفار، كيشد واحد كيصفيها ليه بالسكاك وكيمشي عند الاخر. هنا غادي يصفيها ليهم كاملين وغادي يبقى ليه غير جراند. قطع ليه صباعو بالماكينه وخلاه تم هو يمشي. فيرونا غتوصل مع FBI للشركه اللي تحرقات، وغادي يتلاقاو تصوير جراند مدير الشركه وشي جثات محروقين. فيرونا غدير شي تحقيقات وغتكتشف ان عش الدبابير ديال ادم تدمر، وغادي تربط الخيوط وغتكتشف ان ادم هو اللي حرق الشركه باش ينتقم لما. هادشي اللي خلى مدير الشركه يمشي عنده باش ينتقم. وهنا غادي نشوفوا جراند هو شاد صباعو المقطوعين وكيهضر مع مول الشركه، وقال لي بلي خونا قتل كاع المرتزقه اللي كانوا معايا وقطع لي انا صباعي. ما جا فيني كمل هضرته وحتى وقف عليه ادم. قال لي اجي لامك لهنا مازال ما ساليت معاك. ربطوا مع الطوموبيل ديالو ويلوحوا هو الطوموبيل في الماء. هز التليفون ديال جراند وبدا كيهضر مع دريك. قال لي 2 كلمات غنشدك غنصفيها عليك. هو يقطع عليه التليفون. خونا ما عندوش مع قوه الهضره.
دريك غادي يمشي عند واحد الشخص سميتو والاس، وهو مسؤول كبير في بزاف ديال الشركات وعنده المعارف مع البيت الابيض، وغادي يعاود ليه دريك اش وقع. وهنا غادي تصدم والاس فاش غادي يسمع خليه النحل، حيتاش والاس كان خدام في المخابرات الامريكيه وعارف الخطوره ديال اعضاء منظمه خليه النحل، وقال لي هذا الشخص اللي بغى يقتلك هو شخص خطير وما يتهنى حتى يصفيها لك. هو يتصل بجيسيكا اللي هي الام ديال دريك وهي رئيسه الولايات المتحده الامريكيه، وغيقول لها باللي ولدك شرا صداع راسو دابا تابع واحد الشخص من منظمه خليه النحل. وهي طلب رئيسه الولايات المتحده الامريكيه من والاس انه يوفر الحمايه لولدها حيتاش هي ما مسالياش بسبب انها رئيسه. هنا والاس يتصل واحد العميله سميتها جانيت وهي المسؤوله على منظمه خليه النحل، قال لها باللي واحد من منظمه خليه النحل سميتو ادم بغى يقتل ولد رئيسه امريكا. قالت لي باللي خونا اعتزل شحال هادي وما بقاش خدام في المنظمه. والاس قال لها القضيه فيها ولد الرئيسه، غير شوفي كيفاش ديري معاه وصفيها ليه. هنا كنشوفوا فيرونا كتقلب على شي معلومات على ادم ولكن ما تلقات والو، وهي جا اتصال باللي لقاو الجثه ديال جراند، مشاو لمسرح الجريمه وغيتلقاو جراند مقتول وصباعو مقطوعين. وهنا غادي نشوفوا ادم كيعمر المازوت في الطوموبيل حتى دخلت عليه واحد الطوموبيل اخر وخرجت منها واحد القاتله اللي هي من منظمه خليه النحل، وغادي تضارب مع ادم حتى يجيو البوليس. لاندري تمشي لواحد الرشاش كاين في اللور ديال الطوموبيل وغادي يطلق عليهم النار وغتقتلهم كاملين، وغادي تبدا تطلق على ادم ولكن ادم غادي يهز واحد القرعه ديال النحل وغادي يشير ليها على راسها ويشعل فيها العافيه وقطع ليها صباعها وخلاها تمتا تحرق. هنا جانيت غادي تتصل بوالاس وغادي تعاود ليها شطره وغادي تقول لي بلي منظمه خليه النحل خايفه من ادم وحتى واحد ما يقدر انه يزعم يواجهه حيت عارفين القدرات ديالو وعارفين علاش قاد، وغادي تقول ليه سوري ما غاديش نقدر نعاونك مازال. هنا والاس غادي يجمع اخطر القتله المأجورين والمرتزقه وجنود الجيش السابقين ديال الولايات المتحده الامريكيه وغادي يعطيهم مهمه وحده اللي هي انهم يقتلوا ادم. هنا غادي يوصل ادم للمخبأ ديال العامله السريه اللي قتلها وغادي يجبد صباعها اللي قطع وغادي يحل بهم الباب وغادي يمشي للبيسي ديالها باش يستخرج المعلومات من هذه الشركه ديال مكافحه الفيروسات. وهنا ادم غادي يكتشف الموقع ديال الشركه فين جا وغادي يهز كميه كبيره ديال الاسلحه والقنابل وغادي يمشي نيشان بقصد هذه الشركه. وهنا فيرونا وصاحبها بلاي يقابلوا رئيس الاف بي اي ويهضروا على ادم. غادي تقول لي فيرونا باللي ادم بغى ينتقم من رئيس شركه مكافحه الفيروسات وباللي غالبا الوجهه ديالو غادي تكون المقر ديالهم، داكشي علاش حنا خصنا نوفروا لهم الحمايه ونتسناو ادم يجي باش نشدوه. هنا ادم غادي يوصل لمقر الشركه وغادي يتلاقى الجيش الامريكي حارسين تم، يقول لهم ادم خصكم تحيدوا من هنا ولا غادي تموتوا. الشاف ديالهم كيشوف فيه وكيقول للجنود ديالو هذا مالو. ادم غادي يزرب عليهم وغادي يغلبهم كاملين وغادي يدخل لمقر الشركه وتما غادي يهرب وغادي يلعب معاهم يمشوا الفرع عاوتاني وغادي يبقى يدخل ويخرج في ممرات الشركه وبواحد يبقى يصفيها لهم حتى وصل عند البيك بوس ديال العصابه وغادي يضربوا بديك الطفايه هي تشوط وهو يلوحوا في الارض من شعب مدير الشركه وبقى كيعد فيه تما باش يقول ليه شكون هو مول الشركه اللي خدام عنده. هنا مدير الشركه غادي يوريه التصويره ديال دريك وغادي يقول ليه ها العارمه بعد مني. هنا فيرونا والاف بي اي غادي يوصلوا وغادي يتبعوا ادم باش يشدوه. ادم غادي يضار مع الاف بي اي وغادي يغلبهم كاملين وغادي يخرج ليه الصديق ديال فيرونا وغادي يزرب عليه وغادي يلوحوا مع الارض. يلا غادي يجبد الفردي باش يقتلو ولكن غادي يقول لي بلي انا عندي 3 ديال الاولاد وانا اللي هاز المسؤوليه ديالهم. هنا ادم غادي يشوف فيه الشوفه ديال الشفقه وغادي يخليه ويمشي يهرب. فيرونا غادي تهضر مع رئيس الاف بي اي وغادي تقول لي بلي هذه الشركه هي شركه كتنصب على الناس وباللي هي في الاصل تابعه لولد رئيسه امريكا. هنا والاس فاش ما تلاقى ما يدير غادي يصيفط دريك عند الام ديالو وتما غادي يقدر يتخبى من ادم وغادي يلقاو بلي جيسيكا دايره حفله كبيره والبيت عامره بالجنود ديال الجيش والشرطه العسكريه والاف بي اي والعصابه بالزعيم ديالهم روس. خلاصه القول الدار فيها حراسه مشدده ما عندك فين تدخل ولا تخرج، ولكن ادم ما كيعرفش هو الهضره. خرج من واحد المطموره هو يتخبى تحت سياره الاف بي اي. السيارات كيدخلوا والمفتشين كيقلبوا فيها. هنا واحد المفتش غادي يطل وغادي يتلاقى ادم غادي يقول ليه سوربرايز ماذا فاكر وغادي يقتلو وغادي يتنكر باللبسه ديالو. فاش غادي يوصل للبيت غادي يحيد حوايجو وغادي يدخل الحفله عادي كانه شخص معروض، ولكن فيرونا غادي تشوفه وغادي تامر الاف بي اي انه يحاصروه. هنا كاع البوليس والعصابات غادي يتحركوا وغادي يحاصروا في الجرده ديال البيت، ولكن ادم غادي يدير لهم عاوتاني مفاجاه وغادي يفرقع كاع الطوموبيلات ديال الاف بي اي. هنا ادم غادي يستغل هاد الانفجارات وغادي يضار مع كاع الجنود والعصابات. هو يدخل للدار باش يقلب على دريك اللي هو مخبي عند امه، ولكن هاد الجنود والعصابات ما كيتسالاوش، تقتل واحد يجي لك الاخر. ومع ذلك ما قدروش على ادم حتى جا ليه روس زعيم عصابات في امريكا الجنوبيه ودخل في معركه صعيبه مع ادم. هو يطلع دروس ما سهلش، بقى شاد مع ادم حتى طعنو بالسيف. ادم قال لي اجيه شتك شديتيه معايا ولا لا؟ باق ضرب اللقوه يجمعوا واحد جوج كريشيات وخشى فيه الموس وهو يصفيها ليه.
وهنا غادي نشوفوا رئيسة امريكا بغات دير واحد المؤتمر صحفي باش تعترف بالجرائم ديال ولدها، ولكن دريك ما بغاش، هو يقتل الرئيس ديال الاف بي اي. انا غادي يدخل عليهم عاوتاني ادم وغادي يقول لهم سربرايز ماذا فاكر. هنا دريك غادي يستخدم الام ديالو كرهينه باش ادم ما يقتلوش، وفي هذه اللحظه نيت غادي يدخل فيرونا وغطلب من ادم انه يستسلم. ادم شاف فيها ويقول لها ان شاء الله بربي، هو يفرشخ الدماغ ديال دريك وهو ينقز من الشرجم وهو يهرب. فيرونا كانت قادره انه تضربو من اللو ولكن خلاته يهرب، وهنا غادي تكون النهايه ديال الفيلم.